طبعا هاي الأكلة تخبل روعة. يلا نبلش. خلي أفتح الطباخ بالبداية. هاي دجاجة وحدة، والدجاجة قسمتها 4 أقسام. هسه أحمسها، وهنا راح أسوي تمن بزت. هذا معي. خلي أفتح الطباخ بالبداية. تمن بزت على مود. من تحمس الدجاجة أحطه فوق الدجاجة. هسه أحط ملح، خاشوقة ملح، وأغطيه أتركه يفور. من يفور أحط التمن. هنا راح أحط 4 أكواب تمن. 1 2 3 4. التمن بس أغسله، ما أنقعه لأن راح أرزله. فأني عفت هيك كم راس بصل هيك عفته ما فرمته. أحط البوتيتة. البوتيتة أنا فرمتها هيك مو ناعمة كلش لأن تمرق، هيك وسط. خاشوقة صغيرة بهارات تركي. وهنا راح استخدم هاي البهارات. انا كلش احبها لان شوفوا منوعة. كيارو، بهارات برياني، بهارات دجاج، وكركم، وفلفل اسود، كمون. كلهن راح احط من عندهن شوية شوية. راح احط بالبداية كمون، احط عود دارسين، ولازم نوم بصل. نوم بصل انا مثقبتها هاي بالسكينة. شوفوا لان 3 كلش كافي. هذا فلفل اختياري بس احنا نحبها حارة. وهذا هنا الماء عندي جاي يفور مالت التمن. من يفور هيج احط خاشوقة زيت. ليش الزيت؟ على مود التمن ما يعجن وما وحدة تلزق بوحدة. هسه احط التمن. وهذا التمن انا مثل ما قلت لكم بس غاسلته، لا تنقعوا. بسم الله. بس اخلطه شوية. اتركه يفور حتى ابزله واحطه على الدجاجة. اغطي. وهنا الدجاجة بعد ما حمست هيج راح انصيها على التهدير حتى ما تحترق. لين ما يفور التمن وابزله وارجع احطه على الدجاج. اغطيها. وهنا راح اسوي شعرية. احمص الشعرية. راح احط شعرية. احبها بالشعرية. ولازم خاشوقة ملح على الدجاج حتى ما تصير فاهي. خلي اقلبها. بسم الله. يعني شوفوا انا ما سلقتها، ابقى على التهدير بس احمس بيها، بس الحمس. وراح تقولون مختار يعني تستوي، بس حمسين بيها تستوي وتصير خيوط وتخبل. جاي يفور. بسم الله. اطلع سمن واشوفه. طبعا انا بيد وحده، اذا اصور بيها وايدك مش بيها. شلون اعرف التمن استوى؟ اقسمها هيج بالنص. اذا انقسمت يعني استوى، واذا قوية لا اتركوه. هسه التمن لازم
واغطيها. هنا عندنا حمست وصارت تخبل. هسه احط التمن بس بيها، استوت على البخار وعلى التهدير. قبل لا احط التمن راح احط هاي التشكيلة. احب هذا الكوكتيل، بازاليا، جزر، بوتيتا، كلش احبه، حتى شكله يصير يخبل. هذا التمن بزلته بمصفى شلون ما متلازق، كل حباية بحبايتها، وهيك يصير يعني مو قوي. هسه احطه فوق الدهن عليها. هسه نحط عليها الشعرية. الشعرية صارت توب. خلي اطفيها. اخر شي احط الشعرية عليها وما تحلى اذا مو كشمش وياها. اويلي اذا مو حابين كشمش كلش عادي لا تحطون. بس هي تخبل بالكشمش. هسه هاي خاشوقة صغيرة هين مطحون. طبعا الروايح راح تترس المطبخ تصير تخبل. وراح احط خاشوقة صغيرة نعناع مجفف، وهاي اختياري، اذا ماكو كلش عادي. نص خاشوقة وخاشوقة دارسين مطحون ولا تقلبوها. هسه نهدرها نص الطباخ ونهدرها على نار هادئة واغطيها واتركها ساعة كاملة. يلا اصبها. بس شوفوا الروايح ترست المطبخ عمي. هسه قبل لا اصبها شو اسوي؟ اخلط بسم الله، اخلط الكشمش. احاول اخلي الكشمش والشعرية يعني إن أريد أصبها لازم أصبها بصينية، يعني هي أقلبها بصينية مو معين أبد، بالصينية تصير أطيب. وهاي الأكلة ما يصير وياها مرقة لو شي، وياها زبادي. أنا جايبة هاي الدبة كبيرة طيبة، تصير كلش طيبة، خاصة كالة تخبل كالة، تصير حلوة على حامضة، يعني مو كلش حامضة. أنا ما أحب الحامضة أبد. هاي كالة كلش أحبها. فهي هاي ما تتقدم وياها مرقة، بس هي هاي الكبسة ووياها روبة أو زبادي. هسه راح أحط الروبة بالطاسات صغار. هسه صار ساعة كاملة هي على التهدير. راح أصبها لازم بصينية. هسه راح أقلب الجدر هنا بالصينية وأشوفكم الدجاج. يعني خافوا تظلون توهوسون، لا خافوا الدجاج ما مستوي. هسه أشوفكم الدجاج شلون ما مستوي. وهاي الكبسة كملت. شوفوا لي المنظر، تجنن والطعام تخبل كلش طيبة. يعني هاي تقول المندي اصفط على صفحة، تقول الدولمة روح تدني. أكلة راقية وتخبل. وتعالوا شوفكم اللحم، خافوا تقولون ما مستوي. شوف شلون مستوي التهدير. صار استوى على التهدير على البخار. تخبل. هاي الأكلة احنا نعشقها، كبسة دجاج.